مساء الفل عليكم في كل حته، مساء الفل على كل المصريين في كل حته في العالم، مساء الفل على الاحرار. مش هطول عليكم لان انتوا عارفين انا من انصار خير الكلام ما قل ودل. النهارده الصبح صحيت لقيت خبر في التلفزيون او خبر في السوشيال ميديا عموما ان في واحد سرق 112,000. ليه؟ سرق بيهم عجل ذبحه ووزع اللحمه على الناس الغلابه عشان تاكل لحمه. طبعا في ناس سخيفه قوي على السوشيال ميديا ما تقول لي هيخش النار، لا هيخش الجنه ونعمل ايه وبتاع. يا جماعه انا عايزاكم بس تركزوا، انتوا متخيلين احنا مصر وصلت فين؟ احنا وصلنا لمرحله وحشه جدا مع الفيديوهات طبعا اللي احنا بنشوفها بتاعت معارض اهلا رمضان والكلام ده كله. فبتهيألي يعني احنا دلوقتي وصلنا في مرحله ما ينفعش فيها ان احنا نهرج، ما ينفعش نسخف من الوضع اللي احنا فيه، لازم نبقى قدام المسؤوليه. وانا بحيي الراجل ده جدا، وانا شايفاه راجل محترم وعمل الصح. لان يا جماعه صدقوني الحل الوحيد ان انتوا كلكم تعملوا زي الراجل ده، انزلوا خدوا فلوسكم من كل ولاد الكلب الفسده الحراميه واصرفوا على الغلابه واصرفوا على نفسكم. ده حقنا وحق الشعب، هم واكلين دمنا. ما تاكلوش في بعض، روحوا كلوا وانهشوا لحم الفسده المسكين البلد، روحوا كلوا وانهشوا في لحم كل واحد احتكر بضاعه لنفسه وتاجر بيها ودفع اكتر ودفعكم دم قلبكم قصاد ان انتوا تاكلوا عيالكم. خدوا حقكم لان البلد دي بتضيع. الحقوا نفسكم والحقوا البلد وخدوا حقكم، محدش هياخد حقكم غيركم. انا بحيي الراجل ده جدا وانا شايفه ان ده الصح وده اللي لازم يتعمل. وبلاش ناكل في بعض، روحوا كلوا الظلمه اللي ظلموكم. السلام عليكم.